الرحيم. النهارده عايزه اوريكم طريقه تجفيف الخرشوف. احنا هنا بنقطعه، بنقطف منه العروق بتاعته، وبعد كده بنعمله بالسكينه، بنشيل العروق الخضراء كلها. بس طبعا لازم يكون نلبس جوانتي عشان ايدينا متسودش. نشيل كمان الشوك اللي جواه. ممكن بمعلقة او سكينة عادي يعني. وبعد كده نحطه في الحلة اللي احنا عاملينها، عشان بعد كده هنسلقه كده غلوتين، يا دوبك غلوتين، ونجففه على طول. انا هنا عملته الاول، عملته يعني مش هعمله على طول، قطعته وبعد كده بقى اشيل القشر اللي فيه ده، اللي جواه، اللي هو الشوك اللي جواه والقشر ده، بقطعه كله وبعد كده بقى اشيله. ميه بخل بمعلقتين دقيق، وعشان ما يسودش، وبعد كده بنحط عليها فيهم الخرشوف اهو. بقى عملته، سلقته، حطيته يا دوبك غلوتين كده، او يعني بيتغلى حوالي 5 دقايق، وبعد كده بتحطيه في مصفى. وهنا كنت عايزه اوريكم كمان الجوانتي عامل ازاي اهو. الجوانتي اسود. لو كنت عملته بايدي كانت ايدي بقت عامله كده، يعني كانت تبقى كلها سودا كده. ده شكله، شكل الخرشوف. وبعد كده بقى بتحطيه في اكياس على حسب الوجبه بتاعتك، وتحطيه في الفريزر. اوريكم برضو اكياس شكلها لما اعبيه في اكياس هبقى شكله عامل ازاي. هنا بنعبيها في اكياس على حسب الوجبه او حسب عدد افراد الاسره، وبعدين بتحطيها بقى في الفريزر، بيقعد من الموسم للموسم معاكي. وممكن بقى تعملي صينيه بالبشاميل، باللحمه المفرومه والبشاميل، او وجنبيها حبه رز. بتبقى ايه، توفير ليكي، وخصوصا كمان رمضان جاي ويبقى عايز الوجبات اللي هي المختلفه. فده كان تجفيف الخرشوف، وان شاء الله بعد كده برضو هبقى انزل لكم ازاي طريقته تعمليه بكذا طريقه مختلفه. والف شكر.